درديري. ايه يا ماما؟ يلا يا حبيبي عشان ترمي الزباله. الزباله دي اللي ارميها دلوقتي يا ماما؟ يا ابني الزبال ما جاش بقاله 3 ايام واحنا كنا واكلين سمك والزباله ريحتها وحشه قلبه ريحه البيت. يا ماما وانا في سن ده يا ماما امسك كيس زباله وانزل ارميه في الشارع واوسخ بيه الشارع كمان؟ معلش يا حبيبي عشان خاطر امك حبيبتك، عشان خاطر يا درديري. اصلك لما ترميها بالليل احسن ما ترميها بالنهار والناس تشوفك وتتكسف. يعني كده كده هرميها. ماشي يا ماما، اقنعتيني انت. حاضر يا ستي. ماشي. انتوا كمان جايين ترموا الزباله هنا؟ هنعمل ايه يا سيدي؟ البيت زبال بيصيف. دي شغلانه يا عم. انت ايه نوعيه الزباله اللي معاك؟ اهو شويه عظم فراخ على حبه قشر بطيخ على بعض مشتقات البترول. وانت ايه نوعيه زبالتك؟ يا سيدي انا نوعيه زبالتي شويه سمك بقالهم 3 ايام ما اترموش لغايه دلوقتي. ده زائد بقى شويه ايه؟ عشوائيات على شويه ورق حيطه. وبعدين يا اخوانا احنا هنضطر كده كل يوم نرمي الزباله بنفسنا ولا ايه؟ هنعمل ايه يا سيدي لحد ما يحن علينا البيت زبال ويرجع من الساحل الشمالي؟ دي شغلانه. انا لو خطيبتي عدت كده ولا مثلا اهلها جم شافوا مقلب الزباله دي هيبقى شكل وحش قوي يا جدعان. مع انه بيلهث من كل شقه في الشهر 3 جنيه. ياو، يعني حوالي في الحي بتاعنا ده كله جنيه و20,000 جنيه. وبالرغم من كده ما جاش لغايه دلوقتي. والله انا عندي فكره هايله يا عم درديري. كفايه بقى مشاريعك دي يا عم درديري بقى. بالعكس يا اساتذه، دي فكره هتنظف الحي وهتفيدنا كويس جدا. بس سيبوني بقى ايه امخمخ واركز في المشروع واعمل له دراسه جدوى وافاجئكم يا اساتذه. لا بقى انت فعلا اتجننت. انا اللي اتجننت؟ يا ماما انت لازم تقفي جنبي يا ماما، لازم تسمعيني وتفهميني. اسمع ايه؟ اقول للناس ايه؟ خطيبي شغال ايه؟ زبال عادي جدا. وتفتكر بقى ان بابا هيوافق؟ طبعا لازم يوافق. يا اميره يا حبيبتي، يا اميره منظرنا بقى وحش جدا. تخيلي انت الزبالين دول اللي الناس بيشوفوهم بشكل مش كويس، دول اهم مهنه. شفتيهم في لندن لما عملوا اضراب لمده اسبوع، لندن كلها شكلها بقى عامل ازاي؟ اسمع بقى يا درديري، لو ما رجعتش عن موضوع الزباله اللي في دماغك ده يبقى ايه؟ انطقيها قوليها يا هانم، هتسيبيني؟ ده بدل ما تقفي جنبي. اقف جنبك في اني كوم زباله بقى. بتتريقي برضه. مفيش تواصل بينا يا اميره، مفيش تواصل. واحنا داخلين على سنه 2000 اما نشوف منظر عربيات الزباله دي في الشوارع كده اهو بيجرها حمارين، منظر مش حضاري خالص يا ماما. احنا بقى هنعمل مشروع الزباله ده بشكل جديد تماما، شكل جديد. يعني مشروع الزبالين المثقفين. اكيد هنطلع حاجه نظيفه يعني. يا درديري انت عايز تغيظني؟ انا اختي متجوزه سفير في اوروبا وانا اتجوز زبال. ماله الزبال؟ ماله الزبال؟ ما عادي جدا يا ماما. وعموما المشروع ده في دماغي هعمله. ممكن نجيب بلاطي، ممكن نجيب جلاليب، هنتصرف. في هدمنتنا كده ممكن نلبسها ريحتها زباله. انت اللي انت لابسه ده هايل، واخد بالك؟ دي نقطة. النقطة الثانية بقى ان شاء الله أول ما نكبر نفسينا ونجيب بدل العربية 10 عربيات هنجيب عمال يلموا، احنا نمسك أعمال حسابية فقط ونأمرهم كده. خلاص؟ زبالين يا رجالة، زبالين يا معلم.
ايه الاخبار يا شباب؟ عملت ايه؟ انا بقول له لا تشتري اكياس زباله، راحت ساطوه ولطمه في نفس واحد وضرباني باللكوميه في وشي. وانا بقول لها انا الزبالي الجديد، قالت لي لا احنا مرتاحين مع الزبالي القديم. يا راجل ده انا بقول لها زباله يا هانم، قالت لي متشكرين قوي طبخنا النهارده. يعني ايه فشلنا ان احنا نبيع ولا كيس زباله؟ يا اخوانا كده المشروع هيبوظ مننا. طب ايه؟ طب بس ايه ما العمل يهمكوش، طيب؟ ما يهمكوش. انا عندي فكره جديده لو اتنفذت ربنا يستر ان شاء الله. ان شاء إيه الله. ولا حلواني. ايوه يا معلمي. مين العيال اللي هناك دي؟ ده عيال خنافس باين عليهم بتوع مدارس. بقى بسلامتهم عايزين يخشوا على شغلتنا. كان غيرهم اسطر. الحمد لله على السلامه يا ريعو. ايه؟ الله يسلمك. شكرا. جرش العربية. حاضر يا بيه. الله اللي هنا. الله اللي هنا. مش بيرد عليا ليه؟ قول يا الله اللي هنا. هكلمك لما يا حبيبي. طيب باي. ايه يا ريو يا حبيبي؟ اتأخرتي ليه؟ لا ولا حاجة. مشاكل في الشغل. مشاكل ايه؟ شوية عيال صيع خنافس بيزحموني في الشغل. أنا اللي وارث مهنة الزبالة أبا عن جد، جايين يزحموني هنا فيها. احنا ناقصينهم دول كمان. على فكرة ميرسي يا حبيبي قوي على البروش الألماظ اللي انت جبتهولي يا جوزي يا حبيبي. أنا ليا غيرك. ربنا يخليك ليا. على فكرة أيوة. انت عايز تروق بالك وتستريح؟ تعالى نطلع 15 يوم باريس، نتفرج ونلف على الدنيا كلها وبالمرة نعمل شوبينج. ماشي، بس مش قبل ما اخلص من شوية العيال الصيع دول. يا ست هنطلع لك كيس، ده كيس زباله ما تتخضيش. يا ست هنطلع لك كيس، ده كيس زباله ما تتخضيش. يا ست هنطلع لك كيس، ده كيس زباله ما تتخضيش. يا ست هنطلع لك كيس، ده كيس زباله ما تتخضيش. يا ست هنطلع لك كيس، ده كيس زباله ما تتخضيش. يا ست هنطلع لك كيس، ده كيس زباله ما تتخضيش. يا ست هنطلع لك كيس، ده كيس زباله ما تتخضيش. يا ست ايه رايك؟ ده كده 100 الناس بتشتري مني وهي مش خايفه من وشي. ده مشروع الزباله ده جميل جدا. ايه رايكم؟ ب 2 جنيه. ب 2 جنيه. من الزباله. 2 جنيه. 2 جنيه. 2 جنيه. من الزباله. 2 جنيه. نظف بيتك. 2 جنيه. اعمل نادك. 2 جنيه. 2 جنيه. 2 جنيه. نظف السلم. 2 جنيه. نظف السلم. 2 جنيه. معاه الطرقه. 2 جنيه. معاه البسطه. 2 جنيه. 2 جنيه. 2 جنيه. 2 جنيه. 2 جنيه. ماشي يا درديري، يا انا يا انت.
في ايه؟ الحق يا درديري، هي كل صناديق الزباله اللي حطيناها قدام كل الشقق كلها اتسرقت. تتكلم جد؟ يبقى عملها رياض. ماشي انا هتصرف. تعالى معايا خش. الو. نعم. بتقول ايه؟ الحمير اتسرقت؟ ازاي ده يحصل يا مغفلين؟ طيب انا هتصرف. اقفل من عندك. الو. ايوه اسمع يا اسمك ترديري، الحمير لازم تيجي لحد عندي، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش هرجع الحمير الا لما ترجعوا الصناديق اللي سرقتوها. ماشي، بس تجيب لي الحمير لحد عندي عشان اديك الصناديق. خلاص نتقابل بكره الساعه 2 بالليل في منطقه محايده، نتقابل في شارع 111. احنا بنكسب يوميا حوالي 300 جنيه، يعني نجمعهم ونقدر نجيب عربيه تانية جديده غير اللي عندنا. ايوه يبقى عندنا اجانس. صح. مش ناوي استبداد. درديري ايه؟ المشروع باظ يا درديري. يعني ايه المشروع باظ؟ العربية اللي صرفنا فيها شقة عمرنا واللي حالتنا ايه عملت حادثة؟ يا ريت. وقعت في ترعه؟ كان يبقى اهون. امال ايه؟ دي مش فاضل فيها غير دريكسيون. ايه اللي حصل لها؟ ولعت. عملها رياض، بوظ المشروع، بوظ حلمنا. ولا يا معلم، بقول لك ايه يا معلم، انت والصيع اللي معاك تقولي المكتب بعد الظهر. حاضر. بتاع الزمالك يا معلم؟ ايوه بس تستحموا يا حبيبي، انت والصبيان اللي انت انيهم دول. يلا. حاضر يا معلم. تأخرش. مع الف سلامه يا معلم. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا معلم.